بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ملاحظة فيما يخص حينما تثار قضية الأديان، وكأنني أظن أن المتهم الرئيسي فيه هو الإسلام، في حين أننا اتفقنا أو دعيناكم لألف مرة أنكم يجب أن تتبنوا لغة الوساطة، باعتبار لأن الأديان سواء الإسلام أو المسيحية أو البروتستانتية أو اليهودية، اسمعني الرئيس، إذا كان في اتهامهم كل متهمون، باعتبار لأن الأقليات المسلمة في بروما هي معرضة للتصفية العرقية. لم أسمع يوما أوروبيا يدافع عن مسلم بروما، لم نسمع، ولم نسمع أحدا يدافع عن الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية، في حين الأكثر من ذلك أنهم ينعتونهم كأنهم إرهابيين، ونحن بنو جلدتهم إسلاميين ندين بالإسلام ونتكاتف ونتعاون مع الأوروبيين وندين الإرهاب الذي فيه أبناء جلدتنا وينطقون لغتنا، ونقول هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء إرهابيين، في حين أن الأوروبيين لا يتبنون هذه اللغة. لماذا ذكرت إسرائيل؟ كل يعرف بأن إسرائيل إرهابية، تقتل الشيوخ والأطفال ودمر الشعب في 60 سنة، واليوم في المغرب واقع خلاف على هذا البند، ليس على الاقتصاد ولا الاجتماع ولا على السياسات، إنما بند واحد أطاح باللقاء الدولي الذي هو في المغرب، سببه من يناصر إسرائيل ومن ضدها، في حين أنها ليست المسكينة الفقيرة الذي يجنو عليها العرب. في حين اذهبوا إلى القدس، اذهب إلى غزة، ماذا ترى؟ ترى شحافل من المعطوبين. هذه ازدواجية الخطاب. كيف تريدون أن نبني مجتمعا شمال جنوب في ظل أنكم لا تبيحون بصراحة بمن يرتكب الخطأ؟ نحن قلنا لكم أن الإرهابيين من داعش هم بنو جلدتنا، هم عرب مسلمون، ونقول لكم نحن لسنا معهم. لا نقبل بضحايا الأوروبيين في بروكسل، لم نقبل بضحايا الأوروبيين في فرنسا، قلناها صراحة وعبر التلفاز، وأخرجنا صدورنا وقلنا نحن ضد الإرهابيين، في حين لم نرى الأوروبيين يساندوننا ويقولون إن إسرائيل فعلت وفعلت ولسنا مع إسرائيل. وقلنا حل سياسي، لم نطلب يوما إلغاء إسرائيل من الخريطة، بل قلنا حل الدولة الفلسطينية وحل الدولة الإسرائيلية ليكون كل شعب يعيش بسلام. هذه هي الحقيقة. إذ أردتم أن نمشي معا إلى زمن بعيد يجب حل الخلاف، الصراع العربي الإسرائيلي. أما هذه الشماعات وهذه اللقاءات عن الاقتصاد والسياسة وعلم الفلك لا تجدي نفعا. هناك سر، هناك مشكلة، هي إباتة شعب ينتسب إلينا مسكين محقور اسمه فلسطين. هذا هو جوهر الصراع، يجب أن يقع حل المشكلة أولا، ثانيها نعالج القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية. لماذا لا تصارحوننا؟ نجتمع معكم آلاف السنين ونقول عن بني جلدتنا ونقول الحقيقة، وأنتم لا تقولون الحقيقة. أنتم لا تبكوا معنا فلسطين، في حين أن فلسطين ليست إرهابية. أطفال 8 سنوات و5 سنوات يموتون ويحرقون. هذا ليس خطاب شعبوي، هذه هي الحقيقة. أنا أعرف وضعيتك، أنا أعرف أنك تحرج بهذه الأسئلة، أنك تحرج، أنا أعرفها سبحان الله العظيم. من سبب الخلاف في جمعية عامة في المغرب؟ ليست هذه النقطة؟ اجتماع ب7 ساعات ولم يكن هناك بيان أو قرار؟ لماذا؟ الصراع العربي الإسرائيلي، ألمانيا ترفض، النمسا ترفض، والعرب يقولون لا. نحدد بيان هنا، نقول بأن هناك صراع عربي إسرائيلي يجب حل الدولتين بسلام. Siamo abituati a discussioni anche di questo tenore ed è positivo. Studiamo intanto gli emendamenti. Io sono il primo a dire che noi non possiamo assolutamente associare la violenza al terrorismo alla maggioranza dei musulmani.